اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم دين ودنيا على شذا اف ام، دائما وكالعاده رفقه فضيله الاستاذ الداعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن سكاش. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امينه، تحيه ليك لكل من يستمع لنا. طبعا برنامج اللي كيجاوب على الاسئله ديالكم كيفما كانت. مرحبا بكم، مرحبا بالتواصل ديالكم المباشر معنا. من بعد نص ساعه تقريبا غادي نتواصلوا معكم على ارقامنا المباشره 0522 36 0536 0522 36 0536. كذلك يمكن لكم تواصلوا معنا او كذلك تتبعوا اللايف ديال الحلقه على صفحتنا على الفيسبوك شذا اف ام، وتخليو تما التعاليق والاسئله ديالكم. على بركه الله نفتتح حلقه اليوم معك استاذ على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على الرحمه المهداه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي في الله عز وجل اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمة طبتم، طاب صباحكم هذا، تبوأنا جميعا من الجنه مقاما. اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم بارك إخواننا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، قضي حوائجنا، يسر أمورنا، شفي مرضانا، ارحم موتانا، اهدد الله لنا شبابا نساءنا، أصلح أحوالنا، رد بنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم يسر أرزاق المسلمين، اهدي شباب المسلمين، اهدي أبناء المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تبدل أحوالنا إلى خير. آمين 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 آمين. ودعاء لغزة كذلك، ونسأل الله لإخواننا، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بجند منك، اللهم أيدهم بجند منك، اللهم أمدهم بمدد منك، فإن لك جنود السماوات والأرض لا يعلمها إلا أنت. اللهم أمدهم بجند منك يا رب العالمين. اللهم أرنا في الصهاينة أياما سوداء، اللهم جمد الدماء في عروقهم، يبس أصلاب رجالهم، عقم أرحام نسائهم، أقلع المطر عن سمائهم. اللهم سلط عليهم الأمراض التي لا شفاء لها أبدا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تعجل بفناء هذا الكيان يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، داوي جرحاهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنهم في محنة وليس لهم إلا أنت، فاللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. آمين 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 امين. ونقول لك عواشر مباركه بعد من دابا استاذ. بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله، بارك الله فيك يا بنتي. ولينا ولك ما شاء الله. ولينا كنتكلموا على الاعياد، يعني قبل خصوصا اللي كتكون يعني كتبع واحد الميزانيه كبيره، فكذلك هو مثال عيد الاضحى. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ما شاء الله، الله يوصلنا مجموعين ليه يا ربي. لكن هم كبير بطبيعه الحال كيهزوه المغاربه اللي بطبيعه الحال عزيز عليهم مظاهر التدين كامله، سواء تعلق الامر بصيام او عيد اضحى او لا عيد الفطر الى غير ذلك. ولكن لان المساله ملي كتعلق بالمال وكتعلق واحد الميزانيه كبيره، فهنا تثقل يعني كاهل مجموعه من الاسر، فهنا كيكون المشكل. اليوم غنتكلموا على عيد الاضحى، على يعني هذه المساله ديال الشراء، وفي ظل هذا الغلاء اللي كاين دابا اللي كنسمعوا به حاليا. الناس اللي مشاو يعني مباشره لعند الناس اللي كيبيعوا او الكسابه وردوا علينا الخبر، فقالوا انه راه كاين غلاء. المهم سمعنا بعض الاخبار المتناثره انه في بعض المناطق ربما ارخص، ولكن هاد الساعه راه اللي معروف واللي ثابت هو انه كاين غلا. ماشي الرخاطر ارخص، والغلا ماشي غير في هاد السنه، هو راه بدا من السنه الماضيه او ما قبل، من ايام كورونا والجفاف وكل شيء تزاد. فتيقول لك راه حتى الأضحية بالتأكيد أنها غادي تزاد. غير هو ملي كتبدا كتسمع في 90، يعني هادشي كنهضروا على أضحية صغيرة فكتسمع 90 و100 وشي حاجة، يعني هذاك السرديج الزوين الكبير اللي كيحمر الوجه وتتقول هذا قربان جيد يعني الله سبحانه وتعالى، هذاك دابا راه كنهضروا على 160 و140 فأثمنة اللي صراحة ما صعيب الإنسان يتحملها في ظل هذا الغلاء عموما اللي كنعيشوا فيه. جميل جدا هذا التقديم منك أمينة.
ما عرفتش نجاوب ولا لان كاين دابا 9:04 نخرجوا فاصل سي مراد. طيب فاصل سريع نعم ومجمع وقف لنا الاستاذ الى بدا شي حاجه بعد الفاصل ان شاء الله. يلا على بركه الله. مع فضيله الاستاذ الداعيه والشيخ الاستاذ عبد الرحمن سكاش. عيدكم مبارك سعيد من دابا. كنباركوا لكم العواشر لاننا غادي نتكلموا على الموضوع ديال عيد الاضحى وعلى الغلا وعلى هذه الظاهره ديال الغلا عموما، كيفاش الاسلام عبر عصور حاربها او قننها. وكنعرفوا جميع كيف ما سبق وذكرنا ان مساله ديال الاضحيه مع الغلاء في جميع المواد الاخرى هذا العام هذا فصراحه كل شيء مهموم ومغموم. الناس اللي على قد الحال من دابا تيفكروا بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا اليكم. ومشكله الغلاء مشكله ماشي ديال اليوم، هي مشكله ديال جميع المجتمعات اللي كتواجهها مجتمعات تتواجهها يقدر يكون لها سبب. تقدر تكون اسباب طبيعيه، تقدر تكون اسباب منطقيه، تقدر تكون اسباب اقتصاديه، تقدر تكون اسباب يعني على كل حال. فلما تنشوفوا هذه المشكله ديال الغلاء في المجتمع ديالنا راه ماشي غير مشكله حولي. الغلاء ديال الحولي راه مشكله اللي الغلاء ديال المعيشه عموما. المحروقات غاليه، المواد الغذائيه غاليه، نعم. الحياه غاليه، الحولي غالي. يعني لما تشوف هذه الامور هذه كلها، انا والله الا كنطرح سؤال اطرحه على المغاربه وتنطرحه بالدارجه، وهو سؤال يعني بريء. اخشى ان تكون هذه الموجه ديال الغلاء على بالخصوص الان على هذه الشعيره ديال الاضحى او على عيد الاضحى او على الحول ديال عيد الاضحى، اخشى ان يكون استمرارا لهذه الحرب على احكام الاسلام. هذه الحرب على الاحكام ديال الزواج وديال كذا اللي خدامين تنشوفوها الان في المجتمع ديالنا. هذه الحرب راه حرب ما يقولش شي واحد راه كاين شي حاجه. حرب بين اسلام وبين ناس يعني يزعمون ويتزعمون ويدعون والحداثه والعلمنه والى اخره. انا تنخاف ليكون حتى هذا ما يحدث الان الحولي راه استمرار للحرب على سميتو على الاحكام ديال الشرع الاسلامي. علاش؟ لان لما غتغلي الحولي راه غتنفر الناس من العيد، غيبداو الناس يسخطوا على العيد. غيسخطوا علاش؟ بالتالي العيد منين جاي؟ من الدين، سخط على الدين. فهذه نقطه مهمه جدا، وجميع الناس اللي ربما كيتكلموا على هذا الموضوع هذا في المنابر الاعلاميه سواء المسموعه او المقروءه او راه خصهم يعرفوا هذه المساله هذه انها حرب على الاسلام، حرب على شعائر الاسلام. راه في رمضان كنا كنسمعوا اش بغينا بهذا الصيام ولسان جوعتونا وكذا حريه كذا. راه حرب مستمره. ها العيد الان جاي، يعني نحاربوا هذا العيد هذا نحاربوا بواحد الطريقه اخرى، الأثمنة الخيالية. وهنا تنوجه الخطاب. احنا كنتكلموا على الغلاء ديال الأضحى العيد ديال الحولي. كنخاطب الفلاحين في القرى المغربية، جميع القرى، جميع الأماكن اللي هم متواجدين فيها. راكم بهذا الغلاء هذا اللي درتو راكم تتساهموا في الحرب على الإسلام وما حاسينش بها. كنخاطب حتى الوسطاء الشنقة، تنقول لهم راه هاد الغلاء اللي وصلتوا ليه الأضحية ديال العيد راه أنتم تساهمون في الحرب على أحكام وعلى شعائر الإسلام. لما تنسولوا الناس وإحنا سولنا الآن، كان حوار قبل ما ندخل هنا، كانت معنا صحفية مريم واجي هنا، وكانت يعني خبرتنا بأن دارت واحد اللقاء صحفي مع بعض المؤسسات اللي مسؤولة على العلف هنا في الدار البيضاء وفي المغرب ككل. قالوا لها شوف لا العلف راه باقي هو بل بالعكس رخاص. العلف راه رخاص على المستوى مقارنه مع المستوى ديال كورونا ديال الى اخره. هذا بالنسبه للثمن ديالو الاصلي، ولكن كما قلنا راه كل شيء فيه شنقه وكل شيء فيه سمسطريه وكل شيء الله يعلم شحال كيوصل في قال لك راه رخاص، يعني كيتخاد من عند الناس ديال العلف فين كيوصل عند المستهلك عند الفلاح يعني ما باش وهنا كنقولوا هنا فين هي الدوله في هذا الشيء كاع كله كاع. لما تيدوز العلف من عند المؤسسه اللي كتنتجو وكيوصل عند الفلاح تشرى ب 10 دراهم ووصل عند الفلاح ب 60 درهم 70 درهم، راه كنظن الدوله راه ناعسه.
الدولة راه ناعسة، باش يوصل داك الثمن راك تفرج. وهنا كنرجعوا كنقولوا بان شوف راه والله العظيم الا راه كاين حرب على الاسلام، على احكام الاسلام، كاع كل ما يتعلق بالاسلام خليه، باش الناس يكرهوا هذا الدين هذا، باش يكرهوا هاد الشعائر، باش يكرهوا هاد العبادات، يكرهوا الحج كذلك. الحج دخلت عليك بالله دابا الحج 7 مليون 8 مليون، فين غادي؟ راه الناس غتكره تقول لك اش بغيت في حج، الله حج هنايا الله هذيك تدير الخير غا مع اخوك المسلم، انت حجيتي انت الى اخره. واش مع الهضره كي دايره؟ لما تقول لي العيد يقول لك واه الله يهديك هذيك سنه، اش بغينا نمشي نشري كبده نمشي ونشوي راه هذا هو الهدف ديال واحد الناس عندنا. انا ما تنتكلمش على كدوله، ولكن كنتكلم على ناس وسط الدوله مخشيين، ما هزينش الهم ديال الدوله ولا ديال هذا البلد، مخشيين كيهدموا في الدوله، كيهدموا في المؤسسات، كيهدموا في الدين ديالها. لا اش بغيتو شي تخلف داكشي، تخلف ونهار العيد هذه حرب، هذه حرب. احببت انني نهمس اذن كل مغربي ومغربيه، وفي كل اذن يعني فلاح، في اذن كل كساب تنقول ليه راك برفعك للاسعار بدون مبرر خذ حقك اخويا. عندك واحد الحولي خسرتي عليه، خذ شحال خسرتي عليه؟ خسرتي عليه 1000 درهم، زيد عليه داكشي اللي قسم الله، اعطينا خروف، اعطينا الناس يعيدوا. هذا الجشع وهذا الطمع وهذا ما عرفت فين بغينا نوصلوا، بغينا نتغناو في لحظه من اللحظات. هذا راه كيساهم في الحرب على الاسلام، دون ان يشعر الفلاح، دون ان يشعر الكساب، دون ان يشعر ذاك الشناق تا هو تيقول لك راه بغيت انا بغيت نعيش، انا بغيت شي طريف ديال، ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه، وماشي في هذا الموسم هذا اللي هو موسم ديال هذه عباده لله سبحانه وتعالى تدخل فيها. راه اي واحد تدخل في هذه المناسبه وساهم في رفع ثمن الاضحيه الحولي وغلى على المغاربه وغلى على الناس، الا وخصو يوجد الجواب للسؤال يوم لقاء الله. ها وحده جوج، كيفاش غادي دير يا اخي المسلم لما تشوف واحد جاي عندك؟ واش ما تتحشمش لما يجي عندك واحد الحولي راه تقوم كله ما فايتش 60000 ريال وانت خدمت 320,000 ريال؟ بالله عليك واش عندك هذاك وجه عندك ولا قصديره ولا شنو هذاك عندك؟ غتقول لي واه هذاك اللي جالس راه الميكرو ترى ما حسش حنا شحال داز علينا تماره، راه عارف داز عليكم تماره، راكم علفتوا، راكم قاسيتوا، راكم رعيتوا، راكم جبتوا الطبيب، راكم ما كنتيش ربح، ما قالكش واحد ما تربح، ربح، ولكن ماشي بهذه الدرجه هذه اللي وليتي ماشي ربح. هذا راه النهب، هذا راه السرد. انا كنشوف كندخلوا كنشوفوا هادشي الاسواق المغربيه في عبر مواقع التواصل، هادشي راه جهنم نايضه، ماشي العافيه اللي نايضه، جهنم نايضه. عمر الحولي وصل لهذه المستويات القياسيه اللي وصل لها الان. يعني انا عندنا مؤاخذه على الدوله، يعني كتفرج في هاد الناس هادو خدامين تينهبوا في المغاربه، كيكشطوا لهم جوم بهذه الطريقه هذه، راه لا يعقل. وهنا لما تنتكلموا على هذه المساله هذه كنتكلموا على مساله التسعير في الاسلام. واش يجوز اننا نسعره؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التسعير في الاسلام قالوا ليه يا رسول الله الا تسعر لنا؟ يعني ديروا ثمن، دير تسعيره. قال لهم ان الله هو المسعر الباسط الرازق الخافض الى اخره. قال لهم انا ارجو ان القى الله وليس علي لاحد منكم مظلمه ولا مال ولا عرض. ولكن لما سيدنا عمر رضي الله عنه جاء الزمن ديال سيدنا عمر سعر لان شاف شنو كيوقع في السوق ودار تسعيره رضي الله عنه وارضاه، وبدات ديك التسعيره غاديه. حتى انه في الفقه المالكي الان عند ابن العربي المالكي قال لك التسعير فيه حق لله وفيه حق للعباد، لان الا بقيتي كتفرج راك ابحت للتجار ان يضربوا اعناق الناس كما يشاءون. وهذا هو اللي وقع دابا الان في السوق المغربيه من حيث يعني لما تنتكلموا على الحولي، لما تنتكلموا على حتى المواد الغذائيه.
المواد الغذائيه غادي يكون مرتبطه بالمحروقات، المحروقات لما تزاد سعر كذا ديال كذا، وهذاك راه تزاد ليه، وهذاك يعني واحد الشبكه من حيت 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 كتخرج في حيط. لكن لما تنتكلموا على الحولي، اسمح لي، احنا المصادر ديالنا وسولنا، راه المؤسسات المسؤوله على العلف في المغرب تتقول لك العلف راه رخاص مقارنه مع كورونا السنوات ديال 21 2021 22 3 رخاص الرخاء. لما تمشي عند الكساب الغلا، العلف اخويا كيطلع علينا راه عرفتي كي ولا، هذا مبرر الله يخليكم ما تقولوش. هذا راه الا كنتي كتكذب راه كتكذب على رزقك، راه تتحرم رزقك. وانتم انتم الكسابه راه عارفين هذه الامور هذه، انتم كتقولوها في السوق. انا ما بغيتش نحرم رزقي، راه تتحرموا الارزاق ديالكم بنفوسكم. لما تقول لي العلف العلف العلف، كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي خصنا نترباو عليها في هذه المساله ديال الاسعار. اولا امتى نربيو نفوسنا ونربيو نتربوا جميعا على القيم ديال المراقبه واستحضار تقوى الله سبحانه وتعالى في كل الاحوال ديالنا. انك تشوف لما تشد الحواله غادي بهم انت كساب غادي بالكاميو غادي للسوق، غادي نراقب الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى مع التاجر الصدوق، ماشي مع تاجر الهلوع، تاجر الناجي الجشع، تاجر النهاب اللي تينهب الجيوب ديال الناس. اضرب، هذه هي الدقه ديالي، نطلع فين غتطلع؟ طلع لجهنم. نربيو نفوسنا اولا على تقوى الله. اخي الفلاح، اختي الفلاح، حتى راه كاين الفلاح حتى هما في الباديه الكساب، نترباو على تقوى الله. العيد جاي، هذه شعيره من شعائر الاسلام. هذا العيد عيد ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سنه مؤكده عندنا احنا في المذهب المالكي، سنه مؤكده، عند بعض الاخرين سنه تقابل الفرض، فرض، لان ربي قال في القران الكريم فصلي لربك وانحر، صلي وانحر، صلي في المصلى وانحر ذبح، قال لك فرض، احنا قلنا سنه مؤكده. فامتى نربيو نفوسنا على ان هذه السنه هذه راه خصنا نشاركوا فيها جميعا. فين هو ذاك التاجر اللي لما تيشوف واحد الانسان مسكين محروم تيقول بارك عليا غا الثمن ديال الحولي اللي باش شريته ونزيد شي شويه ديال كذا، هاك اخويا سير تعيد انت، ربحت معاك واحد البركه قليله، الله يجعل البركه فيها خير. فين هما بحال هاد الناس، بحال هاد التجار هادو، فين الله يخليكم، فين هما بحال هاد التجار، فين هما بحال هاد الكسابه، فين هما بحال هاد الفلاحه، كل شيء مخرج نيابه، كل شيء اللي هضرتي معاه كيدير لك الى اخره. فين غاديين بهذا الشيء؟ فين غاديين بهذا الشيء؟ امتى نترباو على مراقبه الله؟ تراقب سيدي ربي سبحانه وتعالى، تراقبوا في احوالك، تراقبوا في تجارتك، تراقبوا في الكسبه ديالك، تراقبوا في الخضره ديالك، تراقبوا في المواد الغذائيه ديالك، تراقبوا في كل الاحوال ديالك. فين هو؟ اصلا نتعلموا ونترباو على ان نراقبوا الله سبحانه وتعالى في هذه الامور هذه. راه الا ما كانش عندنا المراقبه ديال الله، ما كانش عندنا ضمير شخصي اللي يخليك تراقب نفسك بنفسك، راه ما درنا والو. يعني بمعنى اننا خدامين تربوا في هذا المجتمع، تربوا في الاحكام ديالو. راه خصكم تفيقوا كتجار ككسابه كفلاحه، فيقوا بان هناك حرب على الاسلام، حرب على الاسلام، سواء على مستوى العالم